في الفيديو ده هنعمل مع بعض أفكار من إعادة تدوير الكرتون. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك بإذن الله. من بكر اللزق الفاضي للشكل الجميل ده، تعالوا نشوف عملنا ازاي. هجيب 3 بكرات لزق وهلزقهم في بعض بالشكل ده، وعشان اغلفهم هستخدم قماش الجوخ. وانا بلزق الاحراف هقص القماش شرايط كده علشان اعرف ادخله لجوه وانا بلزقه. بعد ما قصيته هلزقه بالشمع كده، وهعمل نفس الخطوة دي في الناحية التانية وانا بلزقها كده. ده شكلها بعد ما غلفناها. هجيب بقى دايرة من الكرتون مقاس بكرة اللزق وهغلفها بقماش الجوخ برضو بالطريقة دي. والدايرة دي هعمل واحدة كمان زيها بالظبط. هلزق بقى دايرة منهم تحت علشان اقفل بيها المنظم بتاعي. بعد كده هجيب عصيان الخافض وهلزقها على المنظم كله بالشكل ده. هكمل لزق بنفس الطريقة لحد ما اخلص المنظم كله. بعد كده هنجيب اي نوع خيط وهنلفه على الجزء اللي تحت. هحط شمع بسيط والزق الخيط وهلف شوية، وانا بلزق اول صف هحط فيه كل شمع علشان اثبته، بس بعد كده هحط بين كل سطر والتاني شمع بسيط. وهلف الخيط برضو على الجزء اللي فوق بنفس الطريقة. بعد كده هجيب دايرة الكرتون التانية اللي احنا كنا عملناها، وهنجيب اي غطا عندنا. هلزق الغطا على الدايرة كده في النص، وهغلف الغطا بالخيط وهكمل لف الخيط على دايرة الكرتون علشان نعمل غطا المنظم بتاعنا.
كده بعد ما غلفناه خلاص، اخر خطوة بقى عملت الفيونكة دي من نفس الخيط وهلزقها في النص كده. وبس كده خلصنا. جربوه وقولولي ايه رأيكم. منظم التسريحة الجميل ده هنعمله مع بعض بخطوات سهلة وبسيطة. هنجيب أي كرتونة متوفرة عندكم، أنا هستخدم الكرتونة دي. وعشان أسد الفراغ اللي في الجناب ده هجيب عصاية خافض وهقصها نصين، وهلزق نص في كل جنب عشان لما أغلف الكرتونة تكون مظبوطة. بعد كده هغلفها بقماش الجوخ ده، استخدموا أي نوع قماش متوفر عندكم. هغلفها بالطريقة دي، هلزق الأجناب كلها بالشمع. والزيادة بتاعة الجوخ دي هدخلها جوه الكرتونة علشان نغلفها من جوه. هحط بقى شمعة على أرضية الكرتونة وهلزق القماش فيها. وبعد كده هجيب مستطيل من نفس القماش مقاس الكرتونة وهلزقه من جوه علشان الفينش بتاعي يكون شكله حلو. بعد كده هقلب الكرتونة وهغلف القاعدة بتاعتها بالشكل ده. كده احنا غلفنا الكرتونة كلها. خطوة التزيين بقى خطوة اختيارية، زينه بأي حاجة متوفرة عندكم. أنا كان عندي الفرنشة دي هلفها في النص كده على الكرتونة كلها. وبالوردة والقلوب دي هحطها جنب بعض كده من ناحية واحدة بس. وبس كده خلصنا، عملنا منظم تسريحة شيك وعملي جدا مش هتستغنوا عنه. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.